عك مستر ريبيرو الفني مع النادي الأهلي، مدرب أقل بكتير من حجم النادي الأهلي. النادي الأهلي مش نادي عادي، ده كيان كبير له تاريخ وألقاب ومجد مش موجود عند أي حد في إفريقيا. الأهلي معروف إنه بطل القرن، وجماهيره متعودة دايما تشوف فريقها فوق، يكسب ويحقق بطولات، ولو خسر بيكون غصب عنه وبأسباب قوية. لكن مع وجود خوسيه ريبيرو على راس القيادة الفنية، الصورة بقت غير كده خالص. الناس كلها شايفة إن الراجل ده مش قد الأهلي، وإن كل ماتش للأهلي باقي عبارة عن عك فني لا يليق لا بتاريخ ولا باسم ولا جماهيرية النادي. واللي زود الطين بلة إن أداء الفريق تحت قيادته بقى باهت، مفهوش روح ولا شكل، وكأننا بنتفرج على فريق تاني غير الأهلي. أولاً، ريبيرو يدخل الماتشات من غير خطة. واحدة من أكبر مشاكل ريبيرو إنه بيبدأ الماتش وكأنه داخل يأدي واجب. مفيش قراءة حقيقية للمنافس، مفيش تحضير واضح، ولا حتى سيناريوهات بديلة. يعني لو الماتش مشي عكس اللي هو متخيله، الأهلي بيتلخبط وبيدفع التمن. الجمهور بقى يقول: هو الراجل ده بيتفرج معانا ولا إيه؟ لأن التغييرات بتاعته أو حتى تحركاته على الخط بتأكد إن في مشكلة كبيرة في قدراته الفنية. ثانياً، تغييرات ملهاش أي معنى. الجماهير حفظت خلاص، لو الأهلي محتاج مهاجم تلاقيه يغير راس الحربة، لو الفريق محتاج لاعب خبرة عشان يمسك نص الملعب يقوم نازل بلاعب ناشئ مش جاهز. النتيجة، الفريق بيتفك والجماهير تتحرق أعصابها. اللي بيعمله ريبيرو مش تغييرات تكتيكية، ده تغييرات سد خانة. وده فرق ضخم جدا بين مدرب كبير زي مانويل جوزيه اللي كان بيعرف يغير الماتش من تغيير واحد، ومدرب تايه زي ريبيرو. ثالثاً، فين شخصية الأهلي؟ الأهلي معروف بشخصيته القوية، يضغط من أول دقيقة، يمسك نص الملعب، يهاجم بخطورة، يخلي أي منافس يحس إنه قدام بطل. لكن مع ريبيرو، الأهلي بقى بيلعب من غير شخصية، لا في شكل هجومي منظم ولا في دفاع مقفل. حتى التحول من الدفاع للهجوم معدوم، وكأننا بنتفرج على فريق تاني غير الأهلي. الجمهور هنا مش بيغضب بس من النتيجة، لأ، بيغضب أكتر إن الأهلي فقد هويته، ودي أكبر جريمة يرتكبها أي مدرب في حق النادي. رابعاً، اللعيبة بتتراجع بدل ما تتطور. من مهام أي مدرب كبير إنه يطور مستوى اللعيبة، يخليهم أحسن فردياً وجماعياً. لكن ريبيرو العكس، لعيبة كانوا نجوم بقوا عاديين جداً. الشباب مش واخدين فرص صح، الفريق كله بيعتمد على الاجتهادات الفردية. يعني بدل ما نشوف الأهلي كمنظومة مرعبة، بقينا نشوف لعيبة بتجتهد على قدها لكن من غير خطة بتلمهم. خامساً، الراجل مش قادر يمسك غرفة الملابس. المدرب الكبير مش بس بيكسب بخطته، لأ، ده كمان بيعرف إزاي يمسك غرفة الملابس ويخلي كل لاعب عنده دافع وقتال. لكن ريبيرو باين عليه مش قادر، اللعيبة شكلها فقد الثقة ومفيش روح. وده كارثة، لأن الأهلي معروف إنه فريق شخصية مش مجرد مجموعة لعيبة. شوفوا مثلا، مانويل جوزيه كان بيكسب الماتشات من غير لعيبة سوبر لكن بخطة وروح. موسيماني رغم الفترة القصيرة أخد بطولات إفريقية وأثبت إنه مدرب عنده شخصية. لكن ريبيرو بقى ولا خطة ولا بطولات، وعك فني مستمر. الفرق واضح جدا، خسائر وتعادلات ملهاش مبرر. أكتر حاجة بتوجع جمهور الأهلي إن الخسائر أو التعادلات بقت تيجي من فرق أقل بكتير في المستوى. ده مش طبيعي، وده مش بسبب نقص لعيبة لكن بسبب مدرب تايه. الجمهور مش مستحمل، جماهير الأهلي معروفة إنها مش بترضى بغير القمة، وبدأت خلاص الأصوات تعلى: الراجل ده لازم يمشي. مفيش جماهير تقبل إن فريقها يتبهدل كده تحت قيادة مدرب مش قد المسؤولية. هل يستمر ريبيرو؟ الواضح إن أيامه معدودة. الأهلي مش نادي بيجرب في المدربين، الأهلي محتاج مدرب كبير عنده شخصية وفكر يعيد للفريق هويته وهيبته. استمرار ريبيرو يساوي خسارة أكتر وضياع بطولات. الخلاصة، ريبيرو أثبت إنه أقل من تدريب الأهلي بمراحل. الراجل مش عارف يقرأ الماتشات، تغييرات كارثية، هوية ضايعة، لعيبة بتتراجع، وجماهير غاضبة. الأهلي محتاج مدرب بطل مش مدرب يتعلم على حسابه. الجماهير بقت تقول: الأهلي أكبر منك يا ريبيرو ومكانك مش هنا. والحقيقة إن تأخير في رحيله ممكن يكلف الأهلي موسم كامل يضيع.
لو النادي الأهلي قرر يمشيه دلوقتي، ده هيكون قرار سريع وحاسم، والجماهير هترتاح فوراً. إيجابيات القرار: إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم، جلب مدرب قوي يقدر يرجع شخصية الفريق. اللعيبة هتستعيد الثقة لأنهم عارفين إن المشكلة مش فيهم. الخلاصة النهائية: مستقبل ريبيرو مع الأهلي واضح جدا، يا رحيل دلوقتي قبل ما الموسم يضيع، يا استمرار كارثي هيكلف الفريق بطولات وفرص كان يستحقها. الجماهير شايفة، والمحللين شايفين، وحتى اللعيبة باين عليهم إنهم مش مقتنعين. الأهلي محتاج مدرب بطل، مش مدرب يتعلم على حسابه.